السلام عليكم خوتي، اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اولا وقبل كل شيء 1,500,000 مبروك لابن المملكه المغربيه الشريفه اشرف حكيمي، هذا التتويج الرائع ودامت لنا الافراح والمسرات. نتلاقوا ان شاء الله تعالى خوتي في نهايه هذا الفيديو. يا حكيمي يا قاهرهم، رسميا اللاعب المغربي أشرف حكيمي يتوج بدوري أبطال أوروبا مع البي اس جي للمرة الثانية على التوالي والمرة الثالثة في مسيرته. يا حكيمي الفرعون الليلة باش يموت، جاء من الصبح قالوا لي والله محمد صلاح أفضل من حكيمي. يا فرعون صح، محمد صلاح أفضل من حكيمي في أكل المدمس والبوكي بس كرويا هذا مع 3 دوري ابطال اوروبا. صلاح عنده لقب، رياض محرز عنده لقب حاليا. هذا اشرف حكيمي يعادل رقم ايتو في عدد القاب دوري ابطال اوروبا. فهمتني ولا؟ والله انا اليوم اتفرجت البي اس جي غير على حكيمي، صدقني لا نحبها لا البي اس جي لا الارسنال، لكن انا في خاطر حبيبنا حكيمي والله يفرحنا. اعظم لاعب عربي في التاريخ يا اخوان، اشرف حكيمي معاه 3 دوري ابطال اوروبا، تخيلوا يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، وكمان يقدر كمان يجيب 4 دوري ابطال اوروبا. ايش الانجازات التاريخيه هذه؟ لا و2 دوري ابطال اوروبا هو جاوها برجله وكان يقاتله كل موسم، غير انجازاته المتنوعه يا اخوان في الدوري الفرنسي يا اخوان، وفي الدوري الاسباني يا اخوان، وفي الدوري الايطالي ما شاء الله تبارك الله، ومع منتخب بلاده يا اخوان، وكاس العالم للانديه. هل تتوقعوا راح يجي لاعب عربي في التاريخ زي اشرف حكيمي؟ اكتبوا. اذا ثالث لقب لاشرف حكيمي، شي حاجه اللي يعني كتخلينا نفتخروا كمغاربه، وشي حاجه اللي كما قلت كتخلي ان اشرف حكيمي الكابيتان ديال ليكيب ناسيونال. السن ديالو كيسمح ليه انه ان شاء الله مازال يعني ياخذ القاب اخرين، ربما مناصفه اليوم مع صامويل ايتو اللي سبق له انه تزوج مع برشلونه، مع الانتر ومع الانتر في 2010. دونك فكنظن بان حكيمي ربما مازال ان شاء الله غادي يزيد في القاب اخرين ان شاء الله على مستوى الاوروبي. وشفناه يعني فيما كان كيحط في اي فريق، لا سواء في الانتر لا في دورتموند ولا في ريال مدريد، دائما يعني كيتوج بالالقاب. وكنظن بان كنتمنى انه يعني مع هذا الجيل ديال باريس سان جيرمان، فمن المتوقع ان نشوفوا يعني باريس سان جيرمان الموسم القادم انه غادي ينافس على عاوتاني غيكون يمشي يدافع على اللقب ديالو. نذكروا بان اشرف حكيمي فهو ربح لا ليغ دي شامبيون مع ريال مدريد في 2018، ربح معاهم كأس العالم للأندية في 2017. في من بعد مشى لدورتموند، كان وصيف البطل في 19-20، وتنهضروا على البوندسليغا لانه البايرن هي اللي كتشد، هي اللي شاده كل شيء. السوبر كوب دا في 2019، من بعد مشى للسيريا ا عند الانتر، دا معاهم شامبيون في 2021. من بعد جا الباريس سان جيرمان اللي حقق معاهم كل شيء، ربح معاهم 2 ديال الالقاب ديال الشامبيونز ليغ، ربح معاهم شامبيونات فرنسا 1 2 3 4 5 المرات، كاس فرنسا 2 مرات، لي تروفي دي شامبيون في 3 4 3 المرات، سوبر كوب ديال الويفا داها في 2025، كوب دي موند دي كلوب لعب فيناليست 2025. كنظن باركور اللي يحلم به اي واحد في العالم. وعنده كوب دافريك. لا هذا مع الانديه، عنده كوب دافريك، عنده دومي فينال ديال برونز، دومي فينال ديال كوب دي موند في الالعاب الاولمبيه زعما ولكن هذا الشيء كامل علاش حنخدم؟ بيان سور. يعني بعض الميساج كندوزو لشي واحد كيلعب كره بغض النظر على كيفاش داير الظروف ديالو. حكيمي الا رجعتي للظروف ديالو راه تا هو قاسى وكان ظروف صعيبه، ولكن راه ايوا تفورما في ريال مدريد تفورما في ريال مدريد، ولكن حتى هو خدم على راسو، ولاعب اللي هو مجتهد. الا كان شي لعاب غتندم عليه الريال راه هو هذا في التاريخ ديالها كامل. وحتى المنتخب الاسباني راه مازال كيتحصروا عليه. ايوا يتحصروا عليه، خليهم يتحصروا، ولكن كتبقى هذيك الوطنيه ديالو هي اللي خلاته انه ماشي سهل بانك تشارك في المونديال. عندك 17 مازال ما وصلتيش حتى 18 سنه. وي دونك فحكيمي فهو
مثال يحتذى به لجميع اللاعبين سيرتو الناشئه. ف كتشوف هذا المسار ديالو وهاد الانجازات ديالو في هذا السن ديال 27 سنه، فكنظن بانه مازال يعني يقدر انه يتوج بالقاب اخرين، وغيبقى ربما غيكون من افضل اللاعبين على مستوى التاريخ لحد الان. فهو من افضل الاظهره اليمنى اللي كاينه في العالم باعتراف كافو، باعتراف يعني الاباطره ديال كره القدم، فهو كيبقى افضل ظهير ايمن الثبات ديالو على في المستوى. هو حكيمي هو وديمبيلي بالدرابو المغربي، دور عليه الدرابو المغربي. هذا هو الجميل في هذا الشيء كامل، هو انك تشوف الدرابو ديال بلادك في قمه الكره ديال العالم، كتشوف الدرابو ديال المغرب، الرايه حمراء والنجمه الخضراء كتشوفها في يعني في الطوب، في الهاي ليفل، في الطوب ديال كره القدم في العالم. لان الشامبيونز ليغ راه كاين اللي كيصنفوا بارابور الكوب دي موند، خطرات راه كيصنفوا اكثر من كاس العالم، لا في الجوائز الماليه، لا في المتابعه الجماهيريه، لا في شحال من حاجه. شاف المنافسه لانه شوف النسق ديال الهاي ليفل، نيفو كبير، نيفو طالع، مستوى اللي هو ما تجريش. هنا لاعب عادي هنا راه ما يجريش سبرينت واحد يتلف. كنشوف النسق كيفاش لو ريتم اللي بدات به المقابله وكيفاش سالت المقابله. دونك هنا فراه مستويات اللي هي كبيره. كتشوف اللاعبين اللي كيأتوا هاد الفروق، فلوس اللي تخسراتها الحيمه باش تجيب هذوك اللعابه خصك تميزي، وباش تقصي يعني بايرن ميونخ في النصف النهائي راه ماشي سهل. يعني هنا كي الفريق باريس سان جيرمان كيثبت بانه افضل فريق على مستوى الاوروبي، نظرا لانه كيتوفر على يعني تركيبه بشريه في المستوى الكبير. عندهم مدرب اللي هو من اعلى مستوى، لويس انريكي، ربما هذا هو اللقب الثالث ديالو، سبق انه يعني تحصل عليه مع فريق برشلونه، وهذا اللقب الثاني ديالو مع باريس سان جيرمان. دونك مره اخرى كنهنيو الولد ديالنا اشرف حكيمي، وبطبيعه الحال كنفتخروا ملي كنشوفوا لاعب بهذا الحجم، وكنشوفوا انه كيرفع يعني الرايه ديال البلاد. فهذا الشيء ما كيزيدنا الا افتخار. ولا كيبان لنا واحد الوقيته، انا باقي كنتذكر باش غير شي لاعب مغربي ماركي في الشامبيونز ليغ، عرفتي، غير ما اي ماركي راه كنا كنفرحوا، شي حاجه كبيره. باقي عاقل على البيت ديال نيبت شماخ، لا قبل البيت ديال نيبت في مانشستر، في لاكورون، في مانشستر يونايتد، كان حابس لهم ديك الساعه بارتيز، هو اللي كان حابس ديك الساعه، وماركا فيه كنظن ماركا في الدومي فينال ياك هشام، باش ما ننساش نيبت ماركا في الدومي فينال ضد مانشستر ياك ديك في المجموعه، لا في المجموعات على بارتيز ياك، كانوا تكاليفاو بها وفرحنا. ولاعب مغربي ماركا في الشامبيونز ليغ، عباد الله. دابا ولا لاعب مغربي كيوصل للفينال ولا كيديها ولا شي حاجه كبيره، ولا كيجينا عاد زياش مع تشيلسي تا هويا، وكاين بزاف د اللاعبين. يعني السنين الاخيره كاينه واحد الطفره، كاينه واحد القفزه مهوله ديال كره القدم المغربيه، لا على صعيد اللاعبين المحترفين ديالنا والنيفو والقيمه ديالهم في الانديه. واحد الوقيته كان المنتخب كنا كنجيبوا بعض اللعابه مغمورين، كنسمعوا فلان الفلاني كيلعب هنا، كيلعب في دوزيام ديفيزيون هنا، كيلعب احتياطي هنا، وكنفرحوا به. دابا وليتي كتجيب افضل لاعب مثلا هاد لا سيزون سيباري في هولندا، بوعدي افضل لاعب، خنوس زلزولي، التشكيله المثاليه ديال التشكيله، وناحي اليد الوحيده لا تصفق، قال لك كون كان معاه شي واحد اخر كونسوفا الفرقه ديالو، بونو شوف شنو كيدير. فالحمد لله يعني المغرب قطعات واحد الشوط كبير، واحد القفزه كبيره طويله في كره القدم العالميه. مره اخرى الدرابو ديالنا هو مع هو حكيمي. تصور اخويا مزيان نشوفوا، جميل جدا. يستقر عليكم على الطبيعه يا اخي. انتم الحين متحسسين موضوع الصحراء مو بشأن داخلي، وش دخلكم في الموضوع انتم؟ في الصحراء الغربيه على حدودنا، وعندنا لاجئين صحراويين. عندكم لاجئين صحراويين، وين موجودين؟ تندوف عندنا في بلادنا. وليش ليش انتم مدخلين عمركم في الموضوع؟ ما هو الموضوع مغربي. لا ماشي مغربي، في الامم المتحده. الامم المتحده الجزائريه، اللجنه الرابعه لتصفيه الاستعمار، الامم المتحده تناقش. وليش الامم المتحده بعد تناقش من 75 للحين ما سوت شيء؟ لان هما منبطحين امريكا نعم امريكا اللي تعرقل. شو ليش رايحين للامم المتحده دام عارفين ان واش تقول
بصح قانونيا واش يقول هذا الشعب مازال ما قررش مصيره، لا عم يقرر مصيره يعني 50 سنه لبين ما يقرر يكون مات. وعلاش هذيك المينورسو؟ لماذا توجد المينورسو في الصحراء؟ حتى لو موجود المينورسو هل منعت شيء؟ سوت شيء؟ غيرت شيء؟ لم تسوى، لان امريكا تعرقل. امريكا تعرقل وانتم ليش رايحين عند يعني خلاص اكتفوا وارفعوا ايدكم ورجولكم للسماء وخلاص. لا ما نرفعوش، احنا نكسندوا القضيه حتى يستقل الشعب الصحراوي. لين متى؟ لا ماشي مهمات، احنا ما يعني انت ما ضرك الانسان الجزائري اللي سافر في البوطي لفرنسا، وما ضرك ازمه الملح، وما ضرك ازمه العجلات، وما ضرك ازمه التاشيرات، وما ضرك ازمه النت، وما ضرك 7 مليون اللي عايشين في اوروبا، وما ضرك المشاكل الجزائريه، وما ضرك ان الثروات البتروليه الجزائريه ما يستفيد منها حد، وضارنك موضوع التندوف. سبحان الله، حتى التندوف ما سويت فيها شيء. نعم يعني انتم دوم تخلون مشاكل. وش دخل هذه في هذه؟ ما دخل هذه في هذه؟ يعني المفروض يضرك الانسان الجزائري يعني اولى. صح، لما احنا عندنا مشكله عجلات نحسب نسمحوا في الصحراء. وش دخلك؟ نقول لهم افترسوهم. لحظه كم انا اسالك سؤال، كم لاجئ موجود في تندوف؟ 200,000. كم جزائري موجود في اوروبا راح في البوطي؟ لا يهم. لا يهم الجزائري، لا يهم. اسمح لي خليني نتكلم. اذا لما كان لاجئين في فرنسا نسمحوا في الصحراء الغربيه، نقولوا افترسوا. ما قلنا لك انت اول شيء الاقرب اولى. لا الصحراء هي اولى. احنا بالنسبه لنا الصحراء اولى. يعني الجزائري رخيص. انتم ما دخلكم في الصحراء، انتم اللي تدخلوا يعني نفسكم. الامارات ماذا تتدخل؟ لا تساندوا. الامارات غصبا عن خشمك حطت سفاره في نص الصحراء المغربيه، واذا لماذا تساندوهم؟ لماذا؟ غصب ساند الحق. انتم وش دخلكم؟ احنا مش دخلنا. احنا نساند 40 مليون. شوف كل الدول العربيه بس ما دخلوكم انتم. قلت لي ما دخلنا. نحن نساند الدوله، نحن نساند، احنا مع الملك والشعب. ما دخلوكم انتم في الصحراء؟ ما دخلوكم. انا اقول لك لان ما دخلوكم في الصحراء. احنا ما دخلونا. انا اقول لك، انا اخبرك ليش. لان في الامم المتحده يا سيدي يا طويل العمر ما في دوله من دولك انت ولا اللي تساندك. انا ابنك جاسم طلعت وتكلمت وليد. هلا طلعت وتكلمت. دقيقه صدق والله كمل هالنص. شوف سناب وش الصوره حق جاسم خلينا ننزلها. يعني انت عندك الحق تتدخل في الصحراء. دقيقه بس. اول شيء نحن يوم نتكلم نتدخل في مكان ما نتكلم عن الحكومات الشرعيه وعن الملك والحكومه. ما في شيء نتدخل. احنا ما ندخل مع المرتزقه ولا الميليشيات ولا اللاجئين ولا السوالف الخرابيط. موجودين في الامم المتحده. دقيقه بس. ما في لاجئ عنده سلاح. لا تعطي لاجئ سلاح وتقول لي هذا لاجئ. هذا انت تدعم ميليشيا بابا. لا تقول لي لاجئ. اللاجئ موجود في اوروبا يعطونا بيت ويعطونا اكل وشرب وراتب، ما يعطونا خيمه. هذا اول شيء. ثاني شيء، ليش المغرب مع الامارات؟ يا سيدي في ال 71 وفي الاواخر ال 71 ما حصلنا دوله ثانيه غير المغرب والملك المغرب. ما حصلنا دوله ثانيه اللي ساندت تاسيس الدوله غير المغرب في هذاك الوقت. ثاني شيء، مؤخرا بدايه واخرا قبل سنتين في الامم المتحده ما في دوله طلعت غير وزير الخارجيه المغربي هو الوحيد اللي طلع وطالب بموضوع وادرج موضوع الجزر في الامم المتحده. 3 جزر اللي يطم بالصغرى. خلينا نرد عليه. ملكا وشعبا. هذا شيء. بعد شوي ترد عليه. تفضل اخوي الحر، عندك كلمه وبعد شوي ارد عليه. انت قلت ما في لاجئ عنده سلاح. لاجئ ارجع لك يا اخي. دقيقه بس. تفضل. هذول نفس ايران. شفت ايران شعارات نفسها. هم النمر الايراني اللي بدون مخالب على قولة الدكتور صنايبي. عليك وهذا لنفسه طول عمرك يبربرون الامارات اللي كل ما يقولون الامارات تصاعد. الحمد لله ولك الحمد. لا نبغى شهاده منهم ولا نبغى وقفه منهم. الحمد لله حاميه نفسها دوله الامارات ولا طالع فيها. هاي تونس هذه يسمونها الجزائر نفس الشيء. الجزائر نفس مره شفت اللي يمشي عليها ايران، هذه هي تمشي عليها الحين. نفس النهج، نفس اساس نفس النهج. سبحان الله نفس النهج. وابشرك ان حتى السعوديه لحقتها بعد. عرفت يعني ما عادي. لا صدق. لا خلنا على توجه واحد. لا توجهوا كلهم نفس الشيء. كلهم نفس الطينه. لا ما عليه. كلهم شعارات والله. كلهم شعارات. انا قلت يا جاسم انها كلها شعارات. فهم الحين يوم خلاص راحت يا ابويا.
على الهجوم ما علي، بس حتى ما نتفرع لان ما فينا اجابه وايدين هنا الحين. لا فهم حتى في الهجوم الاخير مال الهجوم الغاشم مال ايران، حتى هم كل شعاراتهم وكل قنواتهم كلها مع ايران ومؤيده لايران، ونفس الفكر. وحتى الاسلحه اللي موجوده عند هذيل الحين اللاجئين بيقولوا لنا صناعه ايرانيه. تفضل كونغستر، شو تقول انت؟ لاجئين ما لاجئين؟ لاجئين الصحراويين تقصد؟ نعم. اللاجئين ما عندهم سلاح ولا لا؟ نعم عندهم سلاح. ذوكم قلت زين، هل في لاجئ عنده سلاح؟ ذاني حنجاوبك، هذيك انا حنجاوبك. شو كاين لاجئ يلجأ يحكموا الجوع نعطوا له الخبز، ولاجئ يلجأ يحتلوا له الارض ونعطوا له السيف. في لجوء انساني في لجوء انساني بابا. شوي شوف، في نوعين من اللجوء. ما هو اللي سبب لجوء الصحراوي؟ في شوف لجوء انساني ولجوء سياسي. قول لي، انا سالتك جاوبني. ما دخلني انا ما شفته ما قابلته. شو انت جاوب انت اللي تصرف عليه مو انا. زين نعطوهم السلاح بيحرروا ارضهم. كون جاوبتي عليه نعطوهم الخبز. زين ليش ما انتم ليش ما دامكم اعطيتهم السلاح ليش ما حررتوا ارضهم؟ يعني احنا نحررهم. ايه زين ساعدوهم السلاح ليش ما حرروا؟ يعني انتم الحين شو سويتوا؟ شو الفائده اللي سويتوها يوم استقبلتوهم؟ احنا نساندوهم، احنا ما نخلوهمش يحتلوها. اوكي المسانده مثل ما تساندون فلسطين وبعد ما احتلوا. زين شو النتيجه؟ ايه كما فلسطين بدون نتيجه. انت ما يعني اكبر يعني دوله مرت على اكبر بدون نتيجه. يعني انت دوله مرت على اكبر فتره استعمار في العالم وده تساند الناس. انت تساند عمرك اول شيء. وعلى شو اسبانيا العرب احتلوا 9 قرون وراهي دوله قويه. زين هذوك لان عنده مخ مثل الجزائري مو بياسه تساعد حد. 9 قرون اعطت لهم كلهم. هل ياسه تدعم حد؟ من؟ انت جبت لاجئ وعطيته سلاح وتقول لي انا سانده. تسانده في شو انت؟ نساندوه مظلوم. ربي يطلب مساندة. انت الجزائري اللي مظلوم. انت بروحك عايش في المانيا، انت اكبر مظلوم. لا انا مانيش مظلوم، انا عايش بيها في الجزائر وهنا. انت عايش في بلادك. زين والله في الجزائر لا باس عليا وهنا لا باس عليا. زين او الكثير من الناس او الاغلبيه الساحقه بتحصلهم طالبين لجوء في اوروبا. نفس الشيء ترى انت ليس. لا انا مانيش طالب لجوء. ليس انا. شو تسوي منه؟ رايح مستثمر يعني؟ ماشي مستثمر. شو تسوي؟ عندي العائله تاعي المان. عندك العائله المانيين؟ نعم. كيف يعني؟ لحظه كيف انت جزائري عندك عائله المان؟ لا كيف انا راني. ليش انت اصلك من هتلر؟ شو الماني انت؟ لا مش من الماني. كل استغفر الله العظيم. لحظه شوي، كيف عندك اهل في المانيا وانت جزائري؟ عندي زوجة تاعي المانيه. لحس مخي هذا الحين. يعني انت قلت الاهل عائله، الحين قلت زوجه. ما نعرفش العربيه مليح انا. قلت يوم كنت تتكلم عن الصحراء الغربيه المغربيه كنت تفهم عربيه، وصلت المانيا رحت العربيه. لا اسمع، ما تمروناش الصحراء الغربيه بالقانون الدولي. هي اصلا غربيه محتله. انتم بغيتوا تنكروا الحق. ما علينا شو نسميها. هي مو بغربيه. الصحراء الغربيه المحتله. نعم الصحراء الغربيه المحتله. محتله من طرف من يا جدك؟ نعم محتله من طرف المغرب. معناته المغرب قوه يا جدك. هو باش الامم المتحده كره خباطري حسن على قول له ينسحب من الامم المتحده. وليش ينسحب يعني؟ قول حق الامم المتحده بترجع اللاجئين الى المكان. يقول لك اسمح فهمك. هذه القضيه انا نعرفها. شوف هما عندهم جيش تاعهم متخبي موحي جدار رملي و9 ملايين لغم مضادة للأشخاص وللمدرعات وبالرادارات وخايفين يواجهوا الشعب. هما رجال يخرجوا من وراء الجدار ويواجهوا الشعب. وليش يخرج؟ لحظة لأنه خايف. لا شوي أنت تخرج وتدافع. ليش تدافع وما حد هجم عليك؟ أنت تدافع من داخل مو من الخارج. لا يهاجموهم على المرة التالية قصفوهم. بس زين بس لحظة، يعني أنا في بيتي وبخرج بروح عند الجار وبهاجمه. ليش أهاجم؟ لا الأراضي صحراوية ماشي محررة، ما زال ما حروهاش المرأة. على ما يضموهاش. بس لحظة، وين منو يضموا؟ شو يضموا؟ المروك على ما يضموش ذيك الأراضي المحررة. أي أراضي؟ هاي محررة. اسم الأراضي لا حول ولا قوة. اسم الأراضي المحرمة وليست المحررة. كيف محرمة؟ المحررة هي المنطقة العازلة. المنطقة العازلة. معليش جاوبني. من قصفهم من القمر؟ من تندوف ترى هي كلها 40 كيلو 50 كيلو. شكوى. وليش يرفع فيك شكوى؟ مسوي لك سالفه. ليش الامارات يعني لحظه يوم قصفتنا ايران حد سوى له سالفه؟ ترى تافه لا ترد عليه. قصفوهم. جاوبني من قصفوهم. هل مات حد؟
لا يا اخي ما تهربش من يا مالي خص يقصفها من المريخ. من الاراضي المحرره ولا من الجزائر؟ وشو عرفني انا؟ شو عرفك؟ ولا نتيجه شو؟ اذا متى قصفه وشو كم مات من مغربي؟ شوف قصفوه من الاراضي المحرره وين قصفوه من الاراضي المحرره كم؟ انت قلت ملغم. لحظه شوي، انت قلت ملغمه كيف قصفوهم؟ شوي انت قلت انها ملغمه، كيف قصفوهم من وهي ملغمه؟ يا عبد ربي ما تفهمش. عبد ربي الحين ملغمه وقصفوهم منها. هو ما عندهم الجيش تاعهم داير جدار، فهمت؟ وهذاك امام الجدار داير الالغام، الالغام غارس الغام. اوكي. الحين منو المحتل؟ يعني المغرب ماخذ الصحراء صح؟ محتلها لكن ماشي كلها. اوكي دقيقة هو محتلها صح؟ 70-50% ما عليه. محتلها. ليش يروح يهاجم الجيش الثاني في تندوف ولا المحررة؟ ليش يهاجمه؟ هل هو مظلوم واخذ ولا شيء؟ الثاني اللي تقول عنه مظلوم هذه المرة كم مات من مغربي في القصف؟ راهم يقصفون. كم صاروخ؟ من وين مصدرك؟ وين سمعتها؟ في المقهى؟ اي مقهى سمعت فيه الخبر؟ صحة له هما هذه الصحراء. لماذا خلوا هذيك الاراضي؟ اي اراضي؟ هذيك الاراضي المحرره لما هاي فاضيه. اسمها المنطقه المحرمه بين موريتانيا والجزائر والمغرب. محرمه من وين؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي. قلت محرمه من مال. لا الموريتاني ولا المغرب. يا اخي انت تلعبها ما تفهمش. تفهم هذه الصحراء الغربيه. قلت انا اقول لك شيء واحد. انا اقول لك شيء بسيط. شوف انا اقول لك شيء بسيط. خاف لا تسمع. اذا انت شوف انا اقول لك شيء بس من الاخير قبل لا نروح محرره. انت ما تفرق حتى بين المحرره والمحرمه. شوف انا اقول لك شيء واحد. اذا انت ريال وابن ريال وابوك رجل والصحراوي اللي وياك في تندوف رجل واللي يدعمه رجل وتبون رجل وجيتك رجل واللي امكم على قولة واحد مزغرده عليه يروح يتفضل يدخل الصحراء بس شبر واحد. روح من هناك وارفع اي علم ثاني داخل الحدود. ادخل من هناك روح منطقه العيون وقول السلام عليكم. اذا انت ريال واذا انت اللي جاب منك ريال واذا اللي يدعم والله لا سواها. لا انا اروح والله اذا سواها انا اروح. خلينا اذا انت ريال روح الواقع. خلي دقيقه دقيقه كونغستر. شوف بقول لك شيء من الاخر نقطه. لا انت ولا اللي جابك ولا اللي دعمك ولا فنزويلا ولا كوبا ولا القذافي ولا جمال عبد الناصر ولا السيسي. حتى السيسي الحين طيب اموره طيبه. اتكلم عن جمال عبد الناصر زمان. ولا كل اللي يقبلك طفصوا وراحوا وتم المغرب في الصحراء وتمت الصحراء في مغربها وتم صج والله يلف ويدور في العيون والقرقرات وهالاماكن ولا تغير شيء. انت تصرف فلوس تدعم شعارات اخبار. ياكم واحد مغربي مطفر هذا اسمه ابراهيم غالي. خليني اكمل لك قطع الاذبح انت الثاني. انت خليني اكمل قطع لازم الناس تقتل. هلا جتك صوره من ما اقدر تكفى نزلها قبل بعض. ما اقدر احطها لان اذا احطها والله العظيم ما اقدر. لازم اطلع من التطبيق. ابي اشب فيهم النار. ما يقتنع ولو فتحت له بث من داخل. فالنهايه انت كجزائري خسرت فلوس دعمت ياك ابراهيم غالي مطفر من المغرب ما عنده شيء. اعطيته طياره خاصه اعطيته قصر اعطيته فلوس اعطيته سلاح اعطيته جيش. منو الخسران؟ انت. المغرب شو سوى؟ جاب مليون سفاره وياب مليون اقتصاد استغفر ياب مليون شيء داخل الصحراء. مدد صنع سوى ميناء سوى التجاره بتمر مرور الكرام. منو اللي متعذب؟ الكائن الجزائري. اهلا ومرحبا بكم خوتي بعد مشاهدتنا لهذا الفيديو. كنتمنى انه يكون قد نال الاعجاب ديالكم. ومره اخرى 1.5 مليون مبروك لابن المملكه المغربيه الشريفه اشرف حكيمي لاعب المنتخب الوطني المغربي تتويجه المستحق مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي. فوز وتألق جديد لابن المملكة المغربية. والله يديم نعمة الانتصارات والأفراح على المملكة الشريفة وأبنائها في شتى بقاع العالم. خوتي في نهاية هذا الفيديو تحياتي لكم كل باسمه. والله يحفظ بلادنا ملكا وشعبا ودامت لنا الأفراح والمسرات. خوتي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.